بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا النهارده انا جايبه لكم وصفه جامده جدا، كريم تحفه يا بنات. ده عن تجربه. الكريم ده هتستعمليه في ايه؟ الكريم ده لو البنات اللي بيطلع لها اللي هو حب الشباب، بس الحبوب اللي هي بتكون مليانه قوي او فيها تقيحات، الوصفه دي بتنشفها. طبعا في ناس بقى غيرتها تفضل تلعب في الحبوب والكلام ده فبتسيب اثار. الوصفه دي يا بنات برضو بتزيل اثار الحبوب. بجد والله الوصفه دي تحفه معجزه. بتعمل إيه تاني؟ الوصفة دي كولاجين طبيعي، بتملى المسامات الواسعة اللي عندها مسامات واسعة. بتشيل لِك البقع، بتزيل الكلف، بتدّي نضارة للبشرة، بتفتح البشرة. عايزة أقول لِك إن الوصفة دي بجد يعني هو كريم معجزة، يعني بجد يستاهل مبالغ والله العظيم، أحلى من أي كريم استعملتيه. هو الوصفة دي مكونة من 5 مكونات، فيهم 2 من الصيدلية و3 عادي من عند العطار. بس يا بنات والله العظيم هتدعوا لي عليها. طبعا اتمنى منك لو انت لسه بتشوفي القناة ان انت يعني تشوفيها كده وتشتركي فيها، وان شاء الله فيديوهاتي هتعجبك. بص يا بنات الوصفة دي عبارة عن ايه؟ عن الاساسي فيها هو اللبان الدكر اللي انتوا شايفينه قصادكم دوت، اللي هو مش الصمغ العربي، لا لبان الدكر ده بيكون عبارة عن حاجة بيضة كده وصغنونة زي ما انتوا شايفينه. هو دوت الاصلي. انا عملت فيه ايه؟ طبعا ده كده شكل الكريم النهائي بعد ما انا عملت مكوناته. بصوا انا خدت معلقتين لبان الدكر ونقعتها في كوبايه ميه مغليه. تمام، هتسيبيها في حدود 3 ايام. بس يكون في مكان ضلمه. بص هتعمل معاكي كده زي ما انتوا شايفين، عامل زي اللبن كده. هتلاقي اللي هو اللبان الدكر الاصلي بيعمل لك الماده بيضه فاتحه. ودوت اللي انا اشتريته تاني عشان اوريهولكم، دول ب5 جنيه تقريبا معلقة. انت هتحتاجي مثلا معلقتين، ده ينفع للجسم كله مش للبشرة بس. بس امشي عليه والله يديكي النتيجة تحفة، اهو بوريكي شكله من عند العطار، وحاجة غير مكلفة بس بجد هتعمل معاكي مفعول السحر. لو انت يعني كان برضو في واحدة دخلت وسألت على على التجاعيد. يا بنات دي بتملى الخطوط الرفيعة اللي بيكون في البشرة، بتملى التجاعيد نفسها. فبجد جربيها، ومحتاجة منك بس دعوة حلوة ان شاء الله لما هتستمر عليها، وهتشوفي نتيجتها عاملة ازاي. بصوا كده انا بعد ما نقعته اللي هو اللبان الدكر ده نقعته 3 ايام. بعد كده هجيب اي مصفى بس ما تكونيش بتستعمليها، وكده اهوت انا صفيته. وبعد كده هعمل ايه؟ هضيف له مكون. بص انا عايزه اقولك ان كل مكون هينضاف بيعمل حاجه في البشره مختلفه. يعني انا دلوقتي هضيف له ايه؟ هضيف له لكوبايه الميه دي هاضيف لها معلقة نشا كبيرة بس مش مليانة. النشا طبعا لو بحثت عنها او اللي هو الكورن فلاور او المايزينا، الدول العربية بيسموها كده. النشا بتبيض جدا، بتشد البشرة، بتدي نضارة. يعني لو استعملتها لوحدها النشا وهم. فتخيلوا انتوا بقى المكونات اللي احنا هنخلطها مع بعض دي هتعمل ايه في بشرتك. بس اهم حاجة تدوبي جدا النشا كأنك بتعملي مهلبية كده على البارد. هتدوبي اول النشا مع البان الدكر، وهتبدأي ان انت تحطيه على النار هادية خالص. تمام، انا هو هقلبه كويس قوي، هدوب كل النشا. ما تحطيش النشا فيه من غير ما تدوبيها عشان ما تكتلش معاكي. تمام كده، انا عايزة قوام كريمي خالص، ما يكونش فيه اي تكتلات. او رفعته على نار هادية، هفضل اقلب فيه لغاية لما القوام يتقل معايا. تمام، وبعد كده هرجع لكم لما يعني الكريم يتقل شوية. ده يا بنات بعد ما الكريم تقل. بالله عليكم ما تبخلوش بس باللايك يعني عشان الفيديو يترفع ويتشاف. هعمل ايه بعد كده؟ هبدأ اضيف له مكونات كلها مفيدة جدا لو حابة تستعمليه لايديكي. طبعا بعد غسيل المواعين ايدينا بتتبهدل. بص انا هضيف له ايه هنا، هيديله طبعا قيمة وهيدي نضارة ولمعة. عايزة اقولكوا الكريم ده كمان بعد ما هتستعمليه هيديكي لمعة في بشرتك. هتحطي ايه؟ حطيت معلقة مية ورد. طبعا كله عارف ان مية الورد اساسا بتستخدم كتونر لوحدها كده، تحفة للبشرة. ده كله احنا بنرفع قيمة الكريم معانا. هقلب كويس جدا، لازم المكونات تدخل في بعضها يعني وتختلط كلها ببعضها. بص في بقى مكونين تانيين، في منهم حاجة بقى طب كده هتخلي بشرتك تختلف.
بعد كده يا بنات هجيب ايه، هجيب زيت الجليسرين الطبي، ده بينجاب من الصيدلية او من عند العطار. طبعا الجليسرين بينعم وبيفتح وبيخلي البشرة تحفة. هاخد منه معلقة وهضيفها للكريم بتاعنا، اهو زي ما انتوا شايفين كده معلقة صغيرة. لو مش حابة تضيفيه تقدري تستغني عنه، مفيش اي مشكلة. اهو يا بنات كده، كده ناقصلي مكون بقى خطير، اللي هو ايه، كريم بنسنول. طبعا انتوا كلكم عارفينه، كريم بنسنول مش غالي خالص. وكريم بنسنول اللي انت لو قريتي مكوناته انه اصلا بيجدد خلايا البشرة، فانت لما بتستعمليه بيشيلك كل العيوب اللي في بشرتك وبينور بشرتك. مع اللبان الذكر مع النشا مع مية الورد مع المكونات دي كلها، والله العظيم هتدعيلي. استعمليه، بس اهم حاجة ما تسيبوش على بشرتك كتير، يعني اقصى حد ساعة وتغسليه. وقبلها برضو جربي في جزئية بسيطة من ايديكي عشان لو في تحسس ولا حاجة لأي من المكونات ما تستعملوش. بس هو الكريم خطير والله وهيعجبك جدا جدا. او كده حطيت ايه بقى انا على الكريم دوت، انا حطيت معلقة كبيرة من كريم بنسينول. طبعا انا خسارة، انا مش هرمي اي حاجة، المعلقة كان فيها بواقي من الكريم انا ما رميتهاش. استعملتها لان كل مكوناته جميلة جدا، فخسارة ترمي منه اي حاجة. بس يا بنات كده هخلط الكريم كويس قوي مع اللهم صل على النبي، مع مكونات الكريم لبان الذكر دوت. بس بقى بصوا كده، لما انا دهنتهولك على ايديا، لما دهنته على ايديا اهوت هتحسي ان هيدي لمعة، يعني هيدي اضاءة كده للبشرة. وكمان انت هتحسي كده بطلة كده، يعني بيديكي طلة حلوة كده اما تستعمليه من بالليل. وتاني يوم بقى الناس اللي عايزة تنفخ خدودها كتري منه على الخدود، الناس اللي خدودها رفيعة هيعمل معاكي مفعول حلو قوي. يعني كانت في واحدة سألاني قبل كده، ده جميل جدا لو انتي حابة تستعمليه، بجد هتدعيولي عليه. يا رب يكون وصفتي يعني النهاردة عجبتكم بإذن الله وجربوها مش هتخسروا حاجة. الوصفة دي انتي هتستعمليها مرتين في الأسبوع. قبل ما تنامي هتستعمليها، تحطي دهين الكريم على بشرتك لمدة نص ساعة، يعني الأقصى حاجة ساعة. وبعد كده هتغسلي بشرتك، وياريت قبل ما تستعملي الكريم ده تكوني عاملة مقش للبشرة. ممكن بقى سكر وزيت زيتون، عصرة ليمون على شوية سكر. ده كله يا جماعة بجد بيخلي يعني البشرة يبان عليها اكتر. ومع الاستعمال صدقيني الحبوب هتروح والبقع هتروح، وان شاء الله تلاقي بشرة حلوة جدا جدا جدا. وبشكركم جدا، وسلام عليكم وباي باي.